اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان. اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. موضوع حلقتنا النهارده بنتكلم عن تمثال ابو الهول. اول ما نقول كلمه ابو الهول بيجي في دماغنا على طول تمثال ابو الهول اللي موجود جنب اهرامات الجيزه الثلاثه. بس بقى عايزين نضيف لمعلوماتنا ان مش تمثال ابو الهول بس واحد اللي موجود في مصر، لا، في تماثيل كتيره جدا لابو الهول في مواقع كتيره كمان. يعني زي من ضمنهم النهارده اللي في موضوع حلقتنا بنتكلم عن تمثال الملك امنمحات الثالث على شكل ابو الهول، وهو احد التماثيل المشهوره من المملكه الوسطى في القديم. الملك امنمحات الثالث كان من ملوك الاسره ال 12 واللي حكمت مصر خلال الفتره من حوالي 1860 ل 1814 قبل الميلاد. واشتهر الملك امنمحات الثالث بإنجازاته في مجالات كتيرة زي البناء والتجارة والزراعة. تمثال أبو الهول الخاص بامنمحات الثالث بيجسد لينا الملك في هيئة أبو الهول. وزي ما احنا عارفين ان أبو الهول هو مخلوق أسطوري طبعا، بيكون براس إنسان وجسم أسد، والتمثال ده بيعكس لينا مزيج من القوة البشرية والحكمة الإلهية المرتبطة بالأسد، والأسد اللي كان رمز للقوة والملكية في مصر القديمة. التمثال الموجود للملك امنمحات الثالث ده على شكل أبو الهول بيعكس لينا الملامح الملكية المميزة. زي ايه يعني؟ زي اللحية المستعارة اللي قدامنا دلوقتي، وزي غطاء الراس الملكي المعروف أو اللي بنسميه باسم غطاء النمس. وبيعكس التمثال ده الفن المتقدم وتقنيات النحت اللي اتميزت بيها الفترة دي من تاريخ مصر القديمة. في ناس كتير بتقول ان انواع الفنون زي سواء فنون في العمارة او فن النحت او غيرها من الفنون في العموم بدأت بتظهر بإبداع وإتقان بداية من عهد الدولة الحديثة، لكن التمثال ده بيعكس لنا العكس، إن الإبداع والإتقان في الفنون دي بدأ عادي من عهد الدولة الوسطى. والتمثال دوت بيظهر لنا التفاصيل الدقيقة في نحت الوجه والجسد، وده بيعكس الحرفية العالية اللي كانت موجودة لدي النحاتين المصريين في الحقبة دي. وبتوجد تماثيل مشابهة لامنمحات الثالث في مواقع كتيرة، منها تماثيل موجودة في المتحف المصري في القاهرة وفي بعض المتاحف العالمية. هتقولولي فين ده يا رونيتا؟ هرد عليكم واقولكم ان في تماثيل بتوجد في متاحف عالمية زي المتحف البريطاني في لندن ومتحف اللوفر في باريس ومتاحف تانية في اوروبا وفي امريكا الشمالية. ويعني التماثيل دي بتعرض ضمن مجموعات الاثار المصرية القديمة، واللي بتعتبر من القطع الاثرية المهمة اللي بتجذب الزوار من جميع انحاء العالم. يعني انت بتبقى قاعد هنا ومسمع هناك بصراحة بالاثار بتاعتنا وبحضارتنا العظيمة. بس كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. انتظروني الحلقة الجاية مع رونيتا ان شاء الله بموضوع جديد. سلام.